يعتدي على الطفل أعلى القطار ثم ينتظر حتى يتحرك ليلقيه من عليه. عانى في مصغره وتعرض للضرب والاغتصاب من أصحاب العمل، فنقل مأساته إلى أكثر من 30 طفلاً أنهى حياتهم وعقب اغتصابهم. يصطحب الطفل من الشارع بعد أن يوهمه بضرورة التوجه من أجل النزهة، ثم يقوم بعملية التسطيح، أي الذهاب بالطفل أعلى القطار وعلى مكان منخفض بسطح القطار يعتدي عليه، وما أن يتحرك القطار فيقوم بإلقاء الطفل. استمر رمضان عبد الرحيم منصور وشهرته التوربيني في أفعاله هذه مع أكثر من 30 طفلاً، لتجد الشرطة نفسها محاصرة بين جثث الأطفال والمنتشرة بمحطات سكك حديد القاهرة، الإسكندرية، وحتى القليوبية، طنطا ودمنهور.